السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. عملتوا العاشوره ولا لسه؟ لو لسه ما عملتوهاش تعالوا جربوها بطريقتي وقولوا لي رايكم فيها. يلا ارفعوا لي الفيديو بتاعي باللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك. اول حاجه هنبتدي بيها تجهيز القمح بتاع العاشوره. انا جايبه نص كيلو قمح عاشوره من عند العطار. بالمج بتاع الشاي طلعوا معايا 3 كوبايات. اهم حاجه لازم ننقي العاشوره بتاعتنا، لو فيها كده اي حصوايه او اي حاجه مش كويسه لازم تنقوها كويس. هبدأ بقى كده اغسل القمح بتاع العاشوره بتاعي كويس جدا جدا كده وافركه بايديا علشان ينزل كل الرواسب اللي فيه. هتشوفوا دلوقتي الشكل واللون بتاع الميه هيكون عامل ازاي. ده كده شكل الميه. هنغسل بقى كده العاشوره مره واتنين وتلاته لحد ما الميه تبقى معايا نظيفه بالشكل ده. انا هسيبها منقوعه حوالي ساعتين او 3 لحد كده ما تلاقوا الحبايه بتاعت القمح بتاع العاشوره فتحت معاكم. بعد بقى كده ما نقعتها حوالي ساعتين، يلا بينا بقى كده نجيب الحله او الكزرونه اللي هنغلي فيها العاشوره. حطيت كده بقى العاشوره وغطيتها كده بالميه، واهم حاجه نحط سكر علشان انا عايزه الحبايه بتاعه القمح بتاعه العاشوره تبقى مسكره. حطيت حوالي 4 معالق كبار من السكر وقلبتهم، ويلا بينا بقى كده نرفعها على النار ونشوف هنعمل ايه. ده كده بقى القمح بتاع العاشوره على النار. طبعا بتلاقوا كده اول ما بتغلي ريم على الوش، تبداوا كده تشيلوا الريم اللي على الوش وتسيبوها كده بقى لحد ما الحبايه كده تبدا تفتح معاكم بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. ده كده شكل القمح بتاع العاشوره. الحبايه كده فتحت معايا، غطيت بقى كده عليها وطفيت عليها النار وسبتها بقى كده حوالي ساعتين او 3. سيبوها لحد كده ما يعني تفشر معاكم وتفتح وتبقى معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى كده ندخل على الخطوات المهمة. القمح بتاع العاشوره يا جماعة مهما يستوي بيكون ناشف شوية، فانتوا هتعملوا ايه؟ يعني هتحطوها في الخلاط او في الكبة او تضربوها بالهاند بلندر. مش بتطحنوها وتبقى كده عاملة معاكوا زي العجينة، لا، انتوا بتدوها بقى كده ضربتين بحيث ان القمحاية تتقسم نصين. ده كده بيفرق جدا في طعم العاشوره، وكمان ما بتبقاش الحباية تتندخ كده معاكوا وبتبقى كريمية اكتر. يعني زي ما انتوا شايفين كده انا حطيتها في الكبه، اديتها ضربتين بس، يعني فككتها بس من بعضها. دول معايا بقى كده نص كيلو العاشوره، اخدوا معايا 2 لتر من الحليب او اللبن. حطيت عليه 2 باكت من الكريم كراميل، نزلت عليه بكوبايه من السكر ومعلقتين كبار من جوز الهند. معلقتين جوز الهند دول بيخلوا الريحه بتاعه العاشوره في حته تانية خالص. طبعا انا حطيت كوبايه من السكر، ممكن لو انت حابه السكر اكتر يعني انت بيكون على حسب الرغبه يعني الطعم بتاع السكر. نزلت بقى كده بالحليب اللي انا حطيت عليه كيسين الكريم كراميل وحطيت عليه جوز الهند. نزلت بقى كده على العاشوره بتاعتي بالحليب كله بالشكل ده ورفعتها على النار. طبعا كلنا عارفين ان الكريم كراميل مش بيكون عامل زي النشا ولا بيتقل معايا العاشوره او اي حتى استخدامات تانية للكريم كراميل، هو بيبقى طعم بس مش اكتر. فانا بدأت كده اقلبها لحد كده ما بدأ كده كله يغلي مع بعضه واتقلبت كويس جدا. حطيت بقى كده عليها ازازه من الفانيليا. انا حطيت فانيليا بودر، عندك فانيليا سايله حطي. وقلبتها تقلبتين ونزلت عليها بمعلقتين كبار من النشا مدوباهم في معلقتين برضو ميه او حليب. اول كده ما حطيت النشا طبعا بقلب بقى على طول على طول علشان ما يحصلش اي تكتلات وتبقى مكلكعه معايا العاشوره. قلبوا كويس جدا، هتلاقوا كده القوام تقل معاكم. طبعا انتوا لو عايزينها تقيله قوي زودوا نشا، عايزينها وسط يعني انتوا طبعا بتقلبوها وبتشوفوا القوام اللي انتوا عايزينه. انا كده بالنسبه لي العاشوره مظبوطه جدا جدا. عايزه نقول لكم يا جماعه حرفيا طعمها في منتهى الجمال، واضافه الكريم كراميل بيخليها وبينقلها في حته تانية خالص. في ناس بتحط كريم جانتيه عادي جدا، لكن انا يعني جربتها قبل كده بالكريم كراميل وعجبتني جدا وعجبت ولادي جدا جدا. قدموها بقى كده في الاطباق وفي الكاسات وفي البولات بالشكل طبعا اللي انتوا عايزينه. عايزه نقول لكم ممكن بقى بالنسبه للتزيين ممكن تحطوا مكسرات زي انا ما حطيت. ممكن بقى لو عايزين بقى تغيروا شويه ممكن تقطعوا عليها قطع مانجا، يعني اي قطع فاكهه انت حباها. ممكن تحطي عليها صوص شوكولاته، ممكن تحطي عليها صوص الكراميل بتاع الكيس بتاع الكراميل.
التزيين ده بيكون زي ما انت عاوزه. ممكن كمان تحطي عليها يعني على كل طبق كده بولة ايس كريم، هتدينا برضو طعم في منتهى الجمال. ده كده كانت العاشوره بتاعتي. عايزه نقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، طالعه في منتهى الجمال وطعمها كان حلو جدا وطالعه كريميه وفي منتهى الروعه. انا زي ما انتم شايفين كده بحطها في اطباق التقديم. طبعا يعني النص كيلو عمل معايا كميه حلوه قوي، يمكن انا ما عدتش الاطباق، بس زي ما حضراتكم شايفين عملت معايا كميه يعني حلوه قوي. انا عديتها كده وانا بصورها، يعني زي حوالي 15 او 16 طبق، طالعه في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه. انا زينتها زي ما انتم شايفين كده ببشر وبزبيب وبسوداني. انت بقى عندك يعني مكسرات تانية، عندك بندق، عندك عين جمل، عندك يعني طبعا التزيين ده بيكون على حسب الامكانيات، وممكن كمان زي ما قلت لك بقطع فاكهه او باي صوصات تانية. انا زينتها بالحاجات اللي موجوده عندي، وفي اطباق كمان سبتها فاضيه لان انا عندي مجموعه بتحبها كده بالبشر والزبيب والمكسرات، وفي ناس عندي تانية بتحبها كده ساده ما يكونش عليها اي اضافات. دي كانت العاشوره بتاعتي. كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بالخير واليمن والبركات، وان شاء الله تجربوها، واللي يجربها يكتب لي في الكومنتات. ويلا بقى كده لايك ويلا اشتراك، وما تنسونيش كمان اهم حاجة في دعوة حلوة من قلوبكم، ويستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.